الهزه الارضيه اللي صابت في مدينه مراكش، كنا اعلنا على واحد النداء اللي طلقناه باش الناس تجي تبرع بالدم. وبالفعل المواطنين المغاربه ما خذلوناش، وجاو ماشي غير من مدينه مراكش، من جميع النواحي، وجاو بكثره، وماشي غير عطاو الدم، كاين اللي حتى المساعدات الغذائيه والمؤونه، وكان داكشي عجيب، وهذا الشيء ماشي غريب على المغاربه. وحنا في اليوم ما بين اليوم الاول واليوم الثاني جمعنا ما 1779 كيس اللي جمعنا غير في اليومين الاولى. واضطرينا اننا من حيث وصلنا للاكتفاء ان نبلغوا للناس باننا كيخصنا نحبسوا، لان وصلنا عندنا الاكتفاء. ولكن هذا ما كيعنيش اننا غادي نحبسوا بشكل نهائي، غادي نعاودوا نبداو 2 و3 و4، ولكن بواحد الوتيره اللي هي عاديه. والحمد لله فسرنا هذا الشيء للمواطنين، وكنظن بلي الاغلبيه تفهمات وفهمات بان حنا راه كنحتاجوا للدم يوميا. هذه ثاني مرة تنتبرع بالدم، وكاين الأجواء بعدا مناسبة، وكاين الظروف ملائمة باش نتبرعوا بالدم. المهم الأمور راه كلشي مزيان، وحنا بغينا نتبرعوا على هذوك الناس بعدا بالدم. أقل حاجة ممكن هو يتبرع إنسان بالدم بعدا على الأقل. كلشي يجي يتبرع لأن هذوك الناس راه مكرفسين، والدم اقل حاجه خصها تعطى، وخص الامكانيات يتعطاو اكثر. الناس خاصهم يشوفوا. قال لك الناس كاين الناس باقيين مكرفسين شويه، باقيين تيجيو تيشدوا النوبه، تيجيو عند الطبيب تيقلب لهم الطونسيون، تيعبروا تيدوزوا في الميزان تيعبروا الطونسيون. هادشي اللي كاين، تيدخلوا تيتبرعوا يتسارحوا شويه، وهادشي اللي كاين.